كن مع الله. كن مع الله. كن مع الله. برنامج يعده ويقدم الشيخ خالد مصطفى الصعيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، والعاقبة للمتقين. الله سبحانه وتعالى الكريم الأكرم الذي كرمنا وشرفنا أن نكون تابعين لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم لفضل نبيها صلى الله عليه وسلم اصطفى لها شهرا من بين الشهور ألا وهو شهر رمضان، ليكون منحة منه لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وليكون عطية وهدية. فعلى الممنوح له ألا وهو نحن أتباع أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبل هدية المهدي ألا وهو الله سبحانه وتعالى، المعطي ألا وهو الله سبحانه وتعالى، المانح ألا هو الله سبحانه وتعالى، بأن نحسن استقبال الشهر، وأن نحسن القيام والذكر والطاعة والعبادة فيه من بدايته إلى نهايته، ونظل هكذا طيلة العام وطيلة العمر، لأن السعيد من طال عمره وحسن عمله. وحسن العمل لا بد أن يتحقق فيه قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ألا وهو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم، وقال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الإخلاص. فلا بد أن تكون الطاعة خالصة لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي لا بد أن تكون الطاعة خالصة لله من شائبة الشرك والرياء والعجب بالنفس. ولذا الصيام درجة عليا، وزكاة للنفس، وطمأنينة للقلب، وخشوع للجوارح، وقرب من الله سبحانه وتعالى. ولذا أعرج على معنى الصيام تعريجة بسيطة. أولا، الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة منذ طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، على نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إخلاصا لله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نعي أننا إن التزمنا بهذه الصورة فهي صوام العوام. أما صوام الخواص هم من يصومون أنفسهم بجوارحهم عن المحرمات، يحفظ عينه عن النظر إلى الحرام، ولسانه عن القيل والقال، ويحفظ يده عن الأخذ والعطاء بالحرام، ويحفظ قدمه بالسعي عن الحرام، وبطنه عن أكل الحرام، وسمعه عن سمع الحرام. يقول ربنا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كرهت لكم القيل والقال. ولذا أعلى من صوام الصوام، تأمل صوام الخاصة ألا وهو صيام الأنبياء والمرسلين، وهو تنقية القلب من الشوائب ومن الغل والحقد والحسد والبغضاء والشحناء، وأن تخلي قلبك مما سوى الله، وألا تراعي إلا الله، وألا تراقب إلا الله، وألا تتعامل إلا لله على النحو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماع.